أنتم على موعد مع حضرة الناظر. أكوام من أرغفة الخبز بجانبها أكوام من الأسماك المملحة، ثم لترات من الماء والسوائل. هذا هو حال المصريين في يوم شم النسيم، وفي أقوال أخرى شم الفسيخ. هات معك 70 أو 80 رغيف عيش و10 لتر حاجة ساقعة. في هذا اليوم من كل عام يجوب المواطنون الحدائق ويملؤونها بالفسيخ، وقال أحدهم أن الفسيخ في هذا العام لحمه أحمر وطعمه جميل أفضل من العام السابق بمراحل. وقد صرح شهاوي الفسخاني إن كميات الفسيخ التي تم استهلاكها تجاوزت 500,000 كيلوغرامات. معنا مراسل من قلب الحدث. معنا أسرة سعيدة بتاكل الفسيخ. يا أستاذي، إحنا بقالنا أكتر من ساعتين قلبين الدنيا على فسيخة ضايعة مننا. إحنا جايبين 30 فسيخة، أكلنا 29 يفضل فسيخة. راحت فين حضرتك؟ هو أنا اللي خدتها حضرتك؟ روح شوف فسيختك راحت فين. سيداتي أنساتي سادتي، أطنان من الفسيخ تم افتراسها، ولكن يبقى السؤال: أين ذهبت الفسيخة الأخيرة؟ فالجميع هنا ترك الاستمتاع بالربيع وأخذ يحلل ويبحث عن تلك الفسيخة الحائرة. فالبعض قال إن القطط قد سرقتها خاصة، وإن جميع القطط هنا تصرخ من الألم. والبعض قال إنه تم سرقتها عن طريق بعض العصابات المتخصصة في سرقة الفسيخ. والبعض مال إلى رأي آخر أن الأسرة التي تدعي أنها صاحبة الفسيخة قد أكلتها ونسيت. كنت معكم من قلب الحدث في إحدى الحدائق العامة. حقاً إنها الفسيخة الحائرة. إنهم يلونون البيض ويأكلونه، ثم يملحون الأسماك ويأكلونها، ثم يبحثون عما أكلونه فلا يجدونه. يا له من يوم حافل. ويبقى السؤال بدون إجابة: أين ذهبت الفسيخة الحائرة؟ شكراً للمتابعة وإلى اللقاء. إنهم في هذا اليوم يأكلون الفسيخ ويفطرون بالبيض الملون. يا لها من معاناة وعقاب.